تهدف المحاولة الانقلابية الفاشلة إلى إجهاض ثورتكم المجيدة. الجيش السوداني يعلن عن إحباط محاولة انقلابية شارك فيها ضباط برتب كبيرة، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب. إنها خيانة داخلية كبيرة، هذا ما قاله قائد قوات الدعم السريع والرجل الأقوى في المجلس العسكري محمد حمدان حمدتي. والسؤال: خيانة لمن؟ وما هي طبيعتها وأهدافها ومن وراءها؟ وما هو سر تكرار حديث المجلس العسكري عن إحباط انقلابات في السودان؟ حملة الاعتقالات شملت أيضا قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح. أهي صدفة اعتقاله عقب مشادة كلامية مع حمدتي؟ ملابسات المشادة بين الرجلين حبلى بمؤشرات مهمة لفهم سياق الحديث عن الانقلابات. حمدتي كان قد تحدث عن تحمل قواته فوق طاقتها، قائلا إن لصبرها حدودا. هنا تدخل قائد سلاح المدرعات مستفسرا فقط، كما يقول مصدر مطلع، عما إذا كان حمدتي يحمل الجيش مسؤولية التقصير. أبرز ما كشفت عنه هذه الواقعة تأكيد أن دمج قوات الدعم السريع في الجيش مجرد كلام في الهواء، ولعل ما يحدث فعلا هو عملية إلحاق الجيش بقوات الدعم السريع وقائدها القوي حمدتي. ولتحقيق هذه الغاية، أي صياغة أفضل للإقالات والاعتقالات من عنوان إحباط انقلاب؟ هو على الأرجح سيناريو تصفية مراكز القوى داخل الجيش، والهدف الرئيس بناء مؤسسة عسكرية متجانسة، والأهم أن تكون مضمونة الولاء، ولاء تجري هندسته داخل المؤسسة العسكرية كخطوة استباقية يستفرد فيها المجلس العسكري بقرارات مصيرية قبل أن تشاركه قوى أخرى مع بدء ترتيبات المرحلة الانتقالية. وهكذا يغدو الجيش بعد هذه الترتيبات جاهزا ليستدعى في أي لحظة للانقضاض على أي اتفاق ولتطويق أي محاولة لاحقة لإعادة هيكلته ودمج الحركات المسلحة فيه. أبرز 4 حركات مسلحة منضوية فيما يعرف بالجبهة الثورية تفاوض قوى الحرية والتغيير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. رغم تعثر المفاوضات فإن الأطراف هناك أقرب على ما يبدو لاتفاق يمهد لتوسعة ائتلاف قوى الحرية والتغيير وضم الجبهة الثورية إليه. الاقتراب من هذا الاتفاق بدا لافتا تزامنه مع حملة الاعتقالات الواسعة في الجيش والحديث عن انقلاب ثمة من يغني على ليلاه في تفسير قاعدة السلام والاستقرار أولا ثم الانتقال السياسي. وهذه القاعدة ستكون الميدان الحقيقي لاختبار النيات في تنفيذ أو تقويض أي اتفاق جاد من أجل مستقبل أفضل للسودان.